السلام عليكم. عاملين ايه؟ من ساعة ما بدأت القناة في ناس كتيرة بتسأل ازاي تيجي تسافر انجلترا، وغير كده الناس مصممة على انجلترا. لما بقولهم في بلاد تانية احسن واسهل من انجلترا، في ناس لا مصممة على انجلترا. في الفيديو ده هقول لكم على 3 طرق، او هم 4 مش 3. في طريقة رابعة ممكن تيجي بيها انجلترا، هقولها برضه في الفيديو عشان اكون صريح، وبقول لكم كل الطرق اللي موجودة اللي انت تقدر تيجي بيها انجلترا. وعلشان اكون صريح معاكم من الاول، انجلترا هي واحدة من اصعب الدول اللي ممكن تديك فيزا او تأشيرة. فانا حاسس معظم الناس اللي هي بتبقى مصممة اللي هي لا هي عايزة طريقة لانجلترا، بس هي ناس بتحاول تستسهل، وبالذات في حوار اللغة، لان احنا كلنا عندنا خلفية عن الانجليزي. فحتى لو انت مش كويس في الانجليزي، لما تيجي تتعلم اللغة دي مش هتاخد منك وقت كتير زي اللغات التانية. فقبل ما ابدا الفيديو خليني اقول لكم ان الفيديو الجاي هيبقى Q&A فيديو، فلو انت عندك اي اسئله سيب سؤالك في الكومنتس وانا هرد عليك ان شاء الله الفيديو الجاي. في ناس كتيره بعتت اسئله عن الدراسه والكلام ده، وبرضه في شويه حاجات عن الهجره. ففي الفيديو ده هيبقى شرح ايه الطرق اللي انت تقدر تيجي بيها انجلترا، فده ردا على الاسئله اللي هي بتيجي ازاي نهاجر وازاي نيجي انجلترا. وان شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية مفصلة عن الهجرة، كل طريقة ازاي تيجي بيها. بس انا الفيديو ده هقول لكم ال4 طرق، فانت اشترك في القناة وسيب لايك واستنى الفيديوهات الجاية. ولو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتس. وخليني بقى اقول لكم ايه هم ال4 طرق اللي انت تقدر تيجي بيهم انجلترا. اول طريقة، ودي الطريقة اللي انا جيت بيها، هي الجواز من اجنبية او الجواز من اجنبي. فلو انت او انتي متجوزين من اجانب فانتوا تقدروا تيجوا هنا بسهولة جدا. في ناس كتيرة بتسألني ازاي تتجوز اجانب وازاي تعرفوا على اجانب والكلام ده كله. هما معظمهم، ده لو ما كانش كلهم يعني، عايزين ياخدوا الموضوع ده ككوبري. هو اولا الموضوع ده حرام ان انت هتتجوز عشان مصلحة. ثانيا الموضوع ده بقى مفقوس جدا هنا، والناس كلها بقت عارفة ان انت عايز الحاجة دي علشان جنسية او اقامة. ثالثا انت اللي هتندم في الاخر، فاحسن لك ما تفكرش في الموضوع ده لو انت عايز الموضوع ده علشان جنسية. وغير كده انا اصلا لما اتجوزت زوجتي انا ما كنتش بفكر اصلا في الجواز من اجنبية. الموضوع اصلا كله اسمه نصيب، فانت لو نصيبك تتجوز من اجنبية هتتجوز، فما تحطش احلامك في الموضوع ده. بس لو انت يعني متجوز من اجنبيه وانت متجوزه من اجنبي، فالموضوع بيبقى سهل على تقديم الفيزا والكلام ده كله. انا عملت فيديو، فهسيب لكم الفيديو، ممكن يظهر هنا او هنا، بس هو تقريبا هيظهر هنا. فلو انتم متجوزين من اجانب فالموضوع بقى سهل. كان الموضوع الاول بياخد 3 شهور علشان الرد على الفيزا يجي. اخر الاخبار اللي سمعتها ان الفيزا بتاخد 6 شهور حاليا. فالصراحه انا مش عارف هي بتاخد قد ايه دلوقتي، بس هي في رينج ال3 او 6 شهور. فدي يعتبر اسهل طريقة تيجي بيها انجلترا. ويلا على الطريقة التانية. تاني طريقة، ودي من اسهل الطرق اللي هتقدر تيجي بيها بريطانيا. معلش انا بفضل اقول انجلترا انجلترا لان انا عايش في انجلترا، بس هي يعني تعتبر بريطانيا لان هما 3 دول او 4 دول، الصراحة مش فاكر، هما 4 دول تقريبا. ف اي طريقة او اي حاجة هقولها هتقدر تيجي بها بريطانيا، اذا كانت انجلترا او ويلز او اسكتلندا او ايرلندا الشمالية تقريبا. لو قلت انجلترا عارف ان انا بتكلم على بريطانيا على العموم. فتاني طريقة هي فيزة العمل. اكتر مهنتين مطلوبين هنا في انجلترا هما الدكاترة والممرضين. في مصر معظم الممرضين ما يعرفوش ان انجلترا طالبة ناس، والموضوع ده سهل جدا. اكتر بلاد بتستخدم الموضوع ده وبتيجي بيه انجلترا هما الاسيويين، اذا كانوا هنود او باكستان او بنجلاديش، والافارقة زيمبابوي بقى وغانا ونيجيريا، ان في ناس كتير اعرفها من افريقيا جايين بالموضوع ده، وفي شوية هنود برضو اعرفهم جايين بالموضوع ده برضو. انت لو ممرض فامشي في الموضوع ده، او انت لو دكتور امشي في الموضوع ده، سهل جدا. وانجلترا بتسهل الموضوع ده. هو تقريبا اصعب حاجة هتبقى حوار اللغة، بس انت لو معاك اللغة هتقدر تلاقي شغل هنا في انجلترا بسهولة جدا، وهتيجي انجلترا لان هم على طول عايزين ناس. ودي واحدة من الطرق السهلة اللي هتخليك تيجي بريطانيا وتقعد في بريطانيا وتقيم فيها. فلو انت مش ممرض ولا دكتور بس تعرف حد ممرض او دكتور، شير الفيديو ده معاه وعرفه بالموضوع ده، لان الموضوع ده هيبقى مهم لناس كتير. تالت طريقة، ودي واحدة
طريقة من الطرق برضو اللي هي مش سهلة، دي طريقة تعتبر صعبة شوية، وهي الدراسة في بريطانيا. الدراسة في بريطانيا غالية، وغير كده المعيشة برضو بالنسبة لك انت كواحد بتدرس وملكش الحق انك تشتغل فول تايم، هتشتغل بار تايم اللي هم 20 ساعة في الاسبوع، فهتلاقي المعيشة برضو مش رخيصة. يعني اللي انت ممكن تيجي تشتغل بيه هنا ممكن تصرفه على المعيشة بتاعتك، وممكن توفر شوية فلوس صغيرة، بس مصاريف الكلية او مصاريف الجامعة بتبقى غالية شوية. في منح كتير موجودة ممكن تقدم عليها، وبيبقوا هم شايلين كل حاجة عنك من مصاريف الطيارة، وبيبقوا شايلين عنك مصاريف الجامعة ومصاريف السكن والاكل والشرب، وبيدوك برضو مصروف شهري. وفي منح تانية بتبقى متكلفة بنسبة معينة. دي برضو طريقة من الطرق اللي ممكن تيجي بيها بريطانيا. وعايز اقول لكم معظم برضو الناس اللي بتيجي هنا دراسة معظمهم هنود، في هنود كتير جدا بيجوا هنا عن طريق الدراسة. فدي طريقة من الطرق اللي انت ممكن تيجي بيها، ممكن تدور وتبحث، وانا برضو هبحث واعمل لكم فيديو ان شاء الله عن الموضوع ده. فدي طريقة من الطرق، بس دي مش سهلة عشان محدش يفكر ان الطريقة دي سهلة. هي مش سهلة، وكمان مكلفة. في بلاد تانية تبقى ارخص واسهل زي ألمانيا. يعني ألمانيا يعتبر من أحسن البلاد اللي ممكن تسافرها كدراسة وهجرة. فبريطانيا مش أسهل بلد للهجرة أو للدراسة، في بلاد تانية أحسن بكتير. ندخل بقى على رابع طريقة وآخرهم. رابع طريقة ودي آخر طريقة، والطريقة دي أنا مش بنصح بيها أي حد خالص، وهي اللجوء. أي حد يقدر يجي يعمل لجوء هنا في بريطانيا، بس الموضوع دلوقتي بقى صعب جدا. اللجوء صعب، ودلوقتي برضو بدأوا اللي هم يصعبوا الموضوع أكتر. لو أنت دلوقتي هتيجي بريطانيا بطريقة غير شرعية، اللي هي طريقة المراكب، تبقى طالع من ليبيا ورايح إيطاليا، وتيجي من إيطاليا على فرنسا، ومن فرنسا على بريطانيا، لو هتاخد الطريق ده وتيجي بريطانيا طبعا هتترحل 100%، لأن دلوقتي رئيس الوزراء أعلن اي حد هيجي بطريقة غير شرعية ويدخل اللجوء هيترحل على بلده، او هيروح رواندا، هيترحل على رواندا. الطريقة الوحيدة للجوء دلوقتي انك تيجي انجلترا زيارة، وانك تيجي زيارة لبريطانيا في حد ذاتها اصلا صعب، وبعد ما تيجي زيارة تجي داخل لجوء هنا في انجلترا عشان تقدر تتقبل او يبقى ليك فرصة في القبول. بس لو تيجي طريقة غير شرعية طبعا هتترحل. فالموضوع صعب، وانا بالنسبة لي ما تجيش لجوء غير لو انت شخص فعلا محتاج اللجوء. فهي دي كل الطرق اللي موجودة اللي تيجي بيها بريطانيا. وزي ما قلت لكم ان شاء الله في فيديوهات كتير هعملها عن الدراسة وفيزة العمل، فاستنوا الفيديوهات دي. فلو انت لسه ما اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي. وغير كده لو جات قدامي اي فرصة ليكوا كمنحة هنا في انجلترا او حتى في بلد تانية طبعا ان شاء الله هقول لكم عليها، والواحد هيعمل اللي عليه علشان يساعدكم انكم تيجوا هنا كهجرة او دراسة او اي بلد تانية. بس اهم حاجة انكم تدعموني في القناة. ولو انت لسه ما اشتركتش في القناة فاشترك في القناة وسيب لايك، وادخل تابعني برضو على الانستجرام. وزي ما قلت لكم الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى اسئلة، وان شاء الله هيبقى فيه فيديوهات مفيدة ليكم بجانب الفلوجز. ففي فلوجز على طول ان شاء الله، وفي فيديوهات هتبقى من دلوقتي مهمة ليكم زي الدراسة والشغل في اوروبا. اشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.